السلام عليكم اصدقائي واهلا وسهلا بكم المقطع الثاني على القناة. هاي 4 واكيد تدرون ايش راح نسوي، فما يحتاج نسوي مقدمة طويلة واتعبكم وتتابعوني، وما انسى اني اذكركم باللايك والاشتراك، ولا تنسى تكتب لي رايك بكومنت لانه كلش مهم بالنسبة لي. ومع السلامة. نبلش يلا. والمقطع الاول عندنا شهاب، وشهاب هنا ما مطمني ابدا، يعني ما ادري ليش عصبي كل شيء مبين. خلينا نشوف المقطع. وين كنتي؟ وين كنتي؟ هذا منو؟ هذا بلش شهر رجل. لا لحظة خاينة. ومثل ما شفتوا بهذا المشهد التمثيلي الطايح حظه، شهاب حبيبته خيانته. شوف هالشي يصير هواية شهاب، يعني ممكن انت تخونه او هي تخونك، بس المشكله مو هنا. المشكله انه انت جايب واحده حتى عربي ما تعرف تسولف، يعني انت منطيها السيناريو ومنطيها الكلمتين اللي هم بس شهاب ريال وخلص. يعني ما يصير ترى شهاب حبيبي، انطيها في الجملتين تقول لك لا ما خنتك ما اعرفه. فاحنا ما قاعد نفهم شهاب، يعني ليش بس هالجمله معلمها؟ معقوله تسوي اعلان لروحك انك رجال؟ واضافه لهذا المشهد، يعني صح شهاب حاط مكياج وكونتور وكونسير وما ادري ايش يسموهم، ولابس مال خصر حتى يصغر خصره، مع ذلك هو مبين عصبي. يعني افعال الرجوله وشكل الرجوله مبينه بوجهه، يعني فلا تركم المظاهر انه هو حاط مكياج وش اسمه. لا حبيبي، شهاب رجال، وشهاب اتمنى ما تستمر، يعني خلاص ترى تعبتنا. المنشن الثاني عم عبسي مثل ما تشوفون، ما ادري يعني ايش دخل رونالدو هنا، بس خلينا نشوف الفيديو. اوكي موسيقى خلينا نطفيها، بدون موسيقى احسن هذا الفيديو. اصدق يحكي هذا ايش راح يسوي؟ متاكد انا لو جورجينا شافت المقطع هذا، رونالدو يمكن ما يبقى بالنصر، او لو الحارس هذا ما يبقى بالنصر، واحده من الاثنين. ما ادري عن الحارس، يعني انت كلش شويه هدي حبيبي، عاشتك رونالدو صراحه، يعني هم زين سحبت نفسك ولا شان صارت كارثه ما حد يتوقعها. المنشن الثالث عندنا هذا الشخص، طبعا الشخص هذا شايف له مقاطع على التيك توك يحب يتفلسف هوايه، فخلينا نشوف المقطع هذا. احنا بالمستقبل راح نصير نقدر نتنفس من مؤخرتنا، ما تستغرب كثير، فهذا الاشي قريبا راح يصير امر واقع وراح تشوفه قدام عيونك. طبعا مثل ما شفتوا الشخص هنا قال احنا بالمستقبل راح نتنفس، هو يعني يتنفس من مؤخرته، لانه ماكو بشر يتنفس من مؤخرته. يعني تخيل الرئتين مربوطه ما ترهم، يعني فمجرد ما تفكر انه الشخص يقدر يتنفس من مؤخرته مثل ما يقول الاخ، حتدخل افكار ببالك لا نهائيه. واول تفكير هو لو الانسان هذا اللي يتنفس من مؤخرته دخل الحمام هنا حتحصل كارثه لا نهائيه. فما اريد اشرح اكثر من هيك، خلينا نكمل المقطع هذا على خير. فجسم الانسان فيه 3 فتحات، فتحة الانف والفم والشرج. الانسان بتنفس من خلال فتحتين فقط، واللي هم الانف والفم. العلماء صحيح. قالوا انه ليش تركين فتحة الفرج لحالها مسكينة، فليش ما نخليها تشارك بعملية التنفس مثل بعض الحيوانات اللي بتتنفس من مؤخرتها. وفعلا العلماء مشوا بالموضوع واجروا تجارب على الخنازير والفئران. طبعا هو غلط بهذا الموضوع، لان الانسان عنده اكثر من 3 فتحات، لان الاذنين فتحتين فصاروا 5. عوفك من الاذنين نشيلهم على جنب. الانسان يتكون من ذكر وانثى، فالرجل عنده 3 فتحات نقول غير الاذنين، والمرأة عندها. خلينا نشوف المعلومة للنهاية. القريبة جينيا من الإنسان، وبالفعل نجحوا بجعل هاي الحيوانات تتنفس من مؤخرتها. وبعد ما نجح الموضوع على الحيوانات، الآن بدأت التجارب السريرية على البشر. يعني بالمستقبل إذا شفت واحد لابس ماسك أكسجين على مؤخرته ما تستغرب كثير. بما انه انت طلعت وشرحت لنا المعلومة هاي وتعرف اكثر عن الموضوع هذا، فاتمنى تروح تسوي انت التجربة هاي وتشرح لنا عنها اكثر. واكيد راح نتفاجئ لو شفنا شخص مخلي كمامة مؤخرته، يعني تخيل الموضوع شلون راح يصير. اما لو شفناك انت مستقبلا مخلي كمامة مؤخرتك، فما راح نتفاجئ ولا راح نسألك ابدا، لانه نعرف السبب. وائل ما حبها ووائل ما حبها، ما هي بتعرف انه وائل ما حبها بالبدايه، هي بتعرف حبيبي، واهلها بيعرف، حاكيه بنص وجهها، بنص وجهها حاكيه. قلت لها يا بنت الناس انا ما حبيتك لما خطبتك، انا حبيتك بعد ما خطبتك. قلت لها انه انا حبيتك مشان ترند وخطبتك مشان ترند شغل، قلت لها وقلتها. اي نعم، مثل ما سمعت عزيزي المشاهد، الاخ هنا رايح متزوج بنت او خاطبها حتى يسعى لترند بس. يعني تخيلوا الناس هاي حياتها بس ترندات ومشاهدات، ما عندهم اي مشكله شي يسوون ما يسوون، باي صوره يطلعون للناس صح ولا غلط، المهم مشاهدات. يعني حالهم حال اللي تشتغل ورا ال 12 وتكسب فلوس، ذيش هم ما همها بس الفلوس، فذولا ما همهم بس المشاهدات. واني ما ضوجني غير القرن اللي واقف وراه كان يقول له شغل، يعني عادي، يعني الموضوع جدا عادي، شغل يعني ينطيها فلوس او تنطيه فلوس
ويسوون ترند ويطلعون ترند للناس، واحنا نشوف التفاهات مالتهم واللعبة النفس. ما ادري ليش مربي شوارب انت اللي وراي، المفروض تربي لك قندرة 45. طيب ماشي، انا حبيتها مشان ترند. هلا انت شو فيك تحاسبني؟ جاوبني، هلا انت شو فيك تحاسبني؟ خلاص تغيرنا، انا اخطأت. ايه اخطأت، خلاص اعتذرت وبعدت، حتى التيك توك بعدت عنه، ضليت بنفسي. اي عادي، اني خطبتها وتزوجتها وتركتها وعفتها، كلها على مود ترند، كلها على مود مشاهدات. شنو تقدرون تسووا لي؟ شنو راح تسوي لي مثلا؟ هل هذا كلام تطلع تقوله كونك انسان مشهور وعندك اكثر من مليون على السوشيال ميديا؟ فحرفيا اللي سويته انت عذر اقبح من فعل. يعني ماكو اي شخص يطلع يسوي كل التفاهات اللي انت سويتها بحياتك على السوشيال ميديا حتى تطش، حتى تشتهر بين قوسين، واخر شيء تطلع تقول اني سويت هيش، يعني ايش حتسوي لي؟ ما راح نسوي لك شيء، لانه انت انسان تافه. يعني انت حاول تعدل من نفسك، مو تطلع وتشرح للناس التفاهه اللي تسويه. عدل من نفسك واطلع انسان مستقيم وما حد له علاقه بيك. عشان ما اطلع لايف واطلع مع حدا ويمكن يجيني حاله عصبي. انا عندي مرض فرط اعصاب، اوكي؟ اعطيكم اياها من النهايه. معي مرض فرط اعصاب، اعصب فورا واحكي كل شيء بعد 5 دقائق تشوفوني متندم. يعني لما احكي، ونورس بتعرف في هذا المرض، الحمد لله انها بتعرف في هذا المرض. يعني هسه انت حليتها؟ شوف احنا كبشر كلنا نتعصب، بس الامور اللي نغلط بيها ما نكون بيها عصبيين. ليش؟ لانه احنا غلطانين. فاسهاني لما اكون غلطان وما اعرف الحقيقه مثلا، ورحت على شخص اني عصبي، بس من راح اعرف الحقيقه انه انا الغلطان، حنشب واسكت. فانت لازم تنشب وتسكت وما تطلع بهيش مقطع. انت والعينتين اللي وراك هذا فاتح عيونه يعني شغل. وقبل ما نختم النهايه احب انوه على شغله. اذا عندكم مقاطع تريدوني اصور عليها تقدرون تمنشوني على حسابي التيك توك، الرابط مالته بالوصف، او ديسكورد ايضا الرابط مالته بالوصف. ولا تنسى تضغط على زر اللايك والاشتراك، ودير بالك تنسى تكتب رايك بكومنت. مع السلامه.